السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة إن شاء الله أنا عاوزة أتكلم معاكي في سر عظيم من أسرار رمضان. لو فاتك السر ده هيفوتك شيء عظيم جدا جدا. السر ده هو اللي هيخليكي تطلعي من رمضان وانت إن شاء الله كاتبة تاريخك للسنة الجاية، كاتبة حياتك هتكون عاملة ازاي. إن شاء الله هتكوني إنسانة تانية لو عملتي السر اللي أنا هقولهولك النهاردة. علشان كده خليكي معايا لنهاية الفيديو علشان بإذن الله نستفيد ونعين بعض علشان نطلع أحسن نسخة مننا بإذن الله. أنا عاوزاكي تستفيدي من كل لحظة في رمضان، عاوزاكي وانتي داخلة على ال10 أيام الأخيرة في رمضان تكوني محددة هدفك وهتقولي لنفسك أنا مش هخرج من رمضان إلا لو ربنا غفر لي إن شاء الله وكنت من الناس اللي ربنا هيعتقهم من النار بإذن الله. طيب إيه هو السر ده؟ السر ده موجود في آخر 10 أيام إن شاء الله، وهو ليلة القدر. ليلة القدر موجودة زي ما احنا عارفين في آخر 10 أيام. طيب أنهي ليلة فيهم؟ احنا ملناش دعوة، مش عاوزين نعرف أي ليلة، 21 ولا 24 ولا 25 ولا 27، احنا مش هيشغل بالنا أي ليلة بالظبط. احنا هنتحرى ليلة القدر في ال10 أيام كلهم. احنا هنشد الرحال على ال10 أيام دول، احنا هنحضر شنطتنا وهنسافر في ال10 أيام دول هجرة إلى الله ورسوله. انتي ان شاء الله هتنوي انك مش هتخرجي من ال10 أيام دول الا لو انتي فعلا ادركتي ليلة القدر. انت انويها بس من دلوقتي وبإذن الله هتدركيها لما ان شاء الله تجتهدي في العبادة. اذا كنا 20 يوم اللي هم هيعدوا من رمضان احنا كانت عبادتنا متوسطة، فاحنا هنجتهد اشد الاجتهاد في ال10 أيام الاخرى. طيب هل انت مستعدة نفسيا انك تروحي لل10 أيام دول؟ هل انت مستعدة نفسيا انك تدركي ليلة القدر؟ لو انت مش مستعدة بعد الحلقة دي بإذن الله هتستعدي وهتكوني من الناس اللي هي عالية الهمة والمجتهدة إن شاء الله. بس قبل ما تجتهدي وتجهزي نفسك علشان تعبدي ربنا في ال10 أيام الأخيرة من رمضان علشان تدركي ليلة القدر، عايزاك تسمعي الحديث ده. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فخلي بالك انتي لو من الناس اللي بتقوم الليل ولو من الناس اللي بتعبد ربنا كويس جدا ودايما تذكر الله، لكن من الناس اللي بتؤذي جيرانها او اللي عايشين معاها او اي حد حواليها بلسانها، فخلي بالك عبادتك دي كلها مش هتقدر ان هي هتفيدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والحديث صحيح ان اللي بيعمل كده بيأذي جيرانه بلسانه او بايده، يعني المؤذي، عبادته مش هتنفعه. احنا لازم نكون بننفع الناس اللي حوالينا. الله سبحانه وتعالى خلقنا الحاجتين، خلقنا علشان نعبده وخلقنا علشان نعمر الارض. شوفي نفسك كده، انت لما بتأذي الناس، لما بتأذي اهل بيتك، لما بتأذي جيرانك، لما بتأذي اولادك، لما بتأذي زوجك بلسانك او بفعلك، انت كده بتعمري الارض ولا بتفسديها؟ خلي بالك من النقطة دي قوي جدا جدا. دربي نفسك، خلاص داخلين على افضل 10 أيام في الدنيا واللي فيهم ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. افتكري الكلمة دي، افتكري الآية دي. فانتي من الناس دي، من الناس اللي بتأذي الناس اللي حواليها بلسانها او بايديها او بافعالها، ولا انتي الحمد لله رب العالمين ما بتأذيش حد وبتخافي على مشاعر الناس وبتقدري مشاعر الناس؟ خلي بالك. يبقى احنا قبل ما ندخل على اجتهادنا في العبادة هنظبط لساننا وأفعالنا وكلامنا ومعاملاتنا مع الناس علشان يقبلنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في المجتهدين بإذن الله في آخر 10 أيام من رمضان.
طيب تعالي واسمعي الحديث ده كمان. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فليعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شفتي بقى؟ شفتي؟ يعني انتي لو بتصلي وبتصومي وبتزكي وبتعملي كل العبادات، ويعني كل اللي يشوفك يقول ما شاء الله، ايه ده، ايه الصيام والصلاة والزكاة وايه ده كله ده، لكن انتي بتفعلي الافعال دي كلها، شتم وقذف وغيبة ونميمة واكل مال وكل الافعال اللي احنا ذكرناها وضرب، يعني كل اللي بتعمليه ده، فأنت من المفلسين. إن شاء الله ربنا يجعلنا كده أبدا ما نكونش من المفلسين. فنخلي بالنا احنا لو بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنعمل كل العبادات، لكن قلبنا مش نظيف، قلبنا فيه يعني نقطة سودة، قلبنا فيه غل، قلبنا فيه حقد، قلبنا فيه حسد، لساننا على طول في غيبة ونميمة وشتم، فكل ده بيحبط عملنا. احنا مش عايزين نفضل قايمين وقاعدين وبنصلي وجوع وعطش وخلاص. احنا ان شاء الله مش هنقع في الغفلة دي ابدا، مش هنبقى بنصلي وبنصوم وبنزكي وعاملين العبادات وبعدين نيجي يوم القيامة ونبقى مفلسين. ان شاء الله مش هنكون من المفلسين. انا وانتي باذن الله وكل اللي حوالينا هنوعيهم ونخلي بالنا، احنا باذن الله مش من المفلسين. يبقى انتي قبل ما تدخلي ان شاء الله على ال10 ايام الاخيرة في رمضان، هتنقي قلبك، هتنقي لسانك، هتخلي بالك، هترجعي، ابعدي عن اللغو وعن التلفزيون وعن الناس وعن الكلام، اعتزلي كل ده، فهجرتك إلى الله ورسوله. أنا عاوزاكي في ال10 ايام الأخيرة من رمضان تكوني يعني خلاص شلتي الدنيا من قلبك، خلاص انتي رايحة لربنا. انتي مش هتخرجي من ال10 ايام دول الا لو انتي اتغفر لك. انا يا رب انا جايالك، انا عايزة اقرب منك يا الله، انا بحبك يا رب، حبني وارضى عليا يا رب. سيدنا موسى كان ماشي فشاف راعي غنم من بني اسرائيل وقاعد رافع ايديه وبيدعي الله سبحانه وتعالى. مشي سيدنا موسى وهو راجع لقى راعي الغنم بيدعي ربنا لسه، فسيدنا موسى استغرب وناجى ربه وقال يا رب هو ليه راعي الغنم ما استجبتش ليه دعائه؟ فالله سبحانه وتعالى أخبره إن راعي الغنم متعلق بغنمه، قلبه مش متعلق بالله سبحانه وتعالى، بيدعي وخلاص دعاء كده يعني مجرد كلام. فقابل سيدنا موسى امرأة من بني إسرائيل، فطلبت منه المرأة إن هو يسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يرزقها بالولد لأن هي كانت عاقر. فالله سبحانه وتعالى أخبره إن هو كتب على المرأة دي إن هي تفضل عاقر أو إن هي عاقر، فالله سبحانه وتعالى كتب عليها كده فخلاص هي عاقر. فسيدنا موسى أخبرها وقال لها الله سبحانه وتعالى كتبك عاقر فاصبري واحتسبي، وبعدين تركها. بعد كام سنة قابل المرأة تاني ومعاها ولد، فسأل الله سبحانه وتعالى يا الله أنت كتبت هذه المرأة عاقر فكيف لها ولد؟ فقال الله سبحانه وتعالى لقد ألحت هذه المرأة علي بالدعاء. ألحت المرأة، فضلت تلح على الله سبحانه وتعالى وقلبها متعلق بالله سبحانه وتعالى، وهي متأكدة ان ربنا مش هيخيب دعائها، ان ربنا مش هيرجع ايديها فاضية، فاستجاب ليها سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى لقد استحييت منها يا موسى. فسبحان الله، الله كريم، الله عظيم. يعني انت لو لحيتي، لو رفعتي ايديك لربنا بس قلبك متعلق بربنا، يعني مش متعلق بدنيا، مش بتدعي وخلاص سد خانة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، انك بتدعي الله عظيم، رب عظيم، ادعيه وانت متأكدة ان انت في ال10 ايام الاخيرة من رمضان مش هتخرجي الا وانت ربنا غفر لك.
خلاص يا حبيباتي، إن شاء الله هنستعد ونتحرى ليلة القدر في ال10 أيام الأخيرة من رمضان بإذن الله. كلنا هنكون مستعدين. وعايزة أقولك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي هيحيي هذه الليلة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ربنا هيغفر له بإذن الله ذنوبه السابقة. امتى ليلة القدر؟ احنا هناخدها من أول ليلة لآخر ليلة، مش هنقعد ندور على الليالي الوترية، لا احنا هناخد ال10 أيام كلها صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنطهر لساننا وهنطهر قلوبنا وهنستعد أفضل استعداد بإذن الله. بإذن الله آخر 10 أيام هطلع أفضل نسخة مني بإذن الله، علشان الله سبحانه وتعالى يقبلني وأكون من عتقائه من النار بإذن الله. احنا عايزين من ليلة القدر نظبط الدين عندنا، مش الدنيا أكتر شيء، الدين. وكثير من العوام بيتمنى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنياه. قال العلامة ابن باديس: كثير من العوام يتمنى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنياه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني احنا مش بننكر على حد ان هو بيدعي ربنا علشان الدنيا عنده تتحسن، عشان دنيته تتحسن، علشان حياته تتحسن، لا ابدا. ندعي ان الله سبحانه وتعالى يحسن لنا حياتنا ودنيتنا، لكن همنا الاكبر يكون حياتنا في الآخرة. يعني احنا مش هنستنى ليلة القدر علشان بس نطلب لنفسنا في الدنيا، لا احنا بنستناها وهنستعد ليها علشان نطلب من ربنا ان هو ما يجعلناش غافلين عن الآخرة، وان هو يقربنا من ربنا، وان هو يكتبنا في الصالحين الفالحين الناجحين بإذن الله. هندعي لنفسنا وهندعي للأولاد، وإن ربنا يقربنا منه ويحبنا ويرضى علينا ويدخلنا في الصالحين إن شاء الله. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى جميعا بإذن الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر وإدراك ليلة القدر. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يكون أفادكم، وبإذن الله كلنا نستعد علشان ندخل على ال10 أيام الأخيرة من رمضان وإحنا قلوبنا مستعدة وإحنا روحنا مستعدة بإذن الله. أنا قلت لكم إن أنا هعمل خطة وتحدي ال10 أيام الأخيرة من رمضان بإذن الله، هحضرها وهعمل لكم فيديو بيها، وهتبقى الخطة مكتوبة علشان كلنا بإذن الله نعين بعض ونستعد ونفوز بليلة القدر بإذن الله. واستنوني وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.